السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه. النهارده بقى هنعمل كيكة مش عادية، كيكة اقتصادية، كيكة يومية، كيكة تحفية، كيكة شظلمانية، زي ما تقولوا قولوا. كيكة تحفة جدا وهشة وطرية وهتنجح معاكي من اول مرة. قول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنجيب 3 استفنديات كده ونقطعهم بقشرهم، ونقطعهم كده من جوه ونشيل كل البذر اللي فيهم ونسيبهم بقشرهم، ويكون مغسول كويس جدا الاستفندي طبعا ومتنشف. بس كده هنشيل بقى الحته اللي فوق والحته اللي تحت ونقطعها 3/4 كده زي ما انتم شايفين، علشان نقدر نشيل البذر بسهوله، ونشيل البذر بتاعها بسهوله جدا زي ما انتم شايفين. بصوا الخلاط بيجري. اول حاجه 3 بيضات، هنحط عليهم كيس فانيليا او فانيليا سايله، كوبايه سكر، معلقه خل، هنحط 5 معالق لبن حليب يعني، وهنضرب كل ده في الخلاط. وبعد كده هننزل بالاستفندي بقشره اللي احنا نضفناه، وهنحط ملون طعام اصفر، لو ما عندكيش خلاص بلاش، وهنحط كمان نص كوبايه زيت او سمنه او زبده سايحه. وبعد كده هننزل بكوبايتين دقيق ومعلقه نشا وذره ملح، وكمان كيس بيكنج باودر او خميره الحلوى، ونقلب كل ده كده مع بعضه. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. زي ما قلتلك تقدري تستبدلي الزيت بزبدة او سمنة بس. وهجيب صينية مقاس 26 وهدهنها كده بالزيت وننزل الخليط فيها. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، هنحطها في الرف الأوسط، مش هنولع لها من فوق أبدا، هنولع من تحت بس، ونسيبها في الفرن حوالي 45 دقيقة. هتطلع بالجمال والحلاوة والطعامة دي. يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، وتشتركوا على قناتي على اليوتيوب هند عمر، وعلى التيك توك هند عمر. بحبكم جدا جدا، وبحب كلامكم وتعليقاتكم ولايكاتكم اللي بتفرحني، ولايكاتكم هي اللي بتوصل لك الفيديو. بصوا يا جماعه، الكيكه تتحدث عن نفسها، حلاوتها وجمالها مفيش بعد كده. جربوها، سهله جدا وبسيطه. قومي يلا اعمليها، ولو عملتيها اكتبي لي في التعليقات وقولي لي عملتيها وعملت معاكي ايه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. باي باي.